السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حنحضر وصفه هاد الصابلي بذوق الشوكولا اللي حشيته بكريمه الزبده مع شوكولاته الطلاء. زينتها بكاناش او شوكولا بدون كريمه سائله، يجي هايل، يقعد شاد روحه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وفرجه ممتعه. اذا اولا بديت بالكاناش اللي استخدمت فيه، احتجت فيه 50 جرام شوكولا بالحليب مع 50 جرام شوكولا سوداء مع 50 جرام زبدة. حطيتهم في كاسرونة وحطيتهم فوق نار قليلة وقعدت نحرك حتى ذابوا. من بعد حطيتهم فوق الميزان ورجعت الميزان للزيرو وبديت نوزن في شوكولاتة الطالع. ضفت حوالي 150 جرام. من بعد خلطتهم مع بعض حتى امتزجوا هذيك الشوكولا مع شوكولاتة الطالع. من بعد فرغتهم في بول، غطيتهم ببلاستيك غذائي اون كونتاكت وخليتهم يبردوا في درجة حرارة المطبخ. ولا كنت مزروبة دخليها في الفريجيدار ما يقعد يعسي فيه لانه راح يجمد لك بالخف. من بعد هنا بديت نحضر العجينة اللي استخدمت فيها 250 جرام زبدة مع كاس سكر ناعم. انا غربلته لانه فيه هذوك لي غرومو. زدت لها 2 بيضات مع صفار مع الفانيلا ورشة ملح، وزدت درت 3 ملاعق من الكاكاو البني وملعقة تاع شوكولاتة الطلاء اختيارية. خلطت هذه المكونات بالباتر، خلطتها حتى ولات القوام تاعها على شكل كريمة هكا. من بعد بديت من بعد ضفت كاس تاع مايزينا. من بعد حركت هذيك المايزينا حتى اختفت. من بعد بديت نضيف الفارينة. ضفت الكاس الاول والكاس الثاني مع خميرة كيميائية، باكي خميرة كيميائية حوالي 10 جرام. بديت ندخل في الفارينة بصبعتي فقط، ما نعجنهاش، ندخلها غير بالعقل بين صبعتي. زدت ضفت الكاس الثالث، دوك نشوفوا شحال نزيد منه الكاس الثالث. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هذاك الكاس الثالث استعملت منه حوالي اقل من نصف كاس، يعني استعملت 2.5 كيسان فارينة. هذاك النص ماشي معمر مليح. غطيتها بالبلاستيك الغذائي وخليتها ريحت حوالي 10 دقائق. خذيت نصف كمية العجين وبديت نحلها بين 2 ورق تاع ورق الطبخ، او تقدروا تستعملوا ساشي. هذه الطريقة تساعدك باش تحكمي في السمك تاع العجين وما تجيكش جهة خشينة وجهة رقيقة. بعد ما حليت العجينة تاعي جبت الطابع اللي على شكل قلب. انا الطابع جاني كبير شوية، اللي عنده صغير تجي الحبة تاع الحلوة شابة ومتحوفة خير. اذا هذا هو السمك تاع الحلوة تاعي، درته حوالي 5 إلى 6 مليمتر. حطيتهم في السنيوة تاعي ودخلتهم للفرن مسخن مسبقا على 170 درجة من 15 ل 20 دقيقة. من بعد بديت نحضر كريمة الزبدة اللي استعملت فيها 200 جرام زبدة مع 3 مغارف تاع السكر الناعم. ضفت لهم 2 ملاعق مملوئين جيدا تاع بودرة الشونتيي وبديت نطلع فيهم. طلعتهم حوالي 10 دقائق حتى يولي القوام تاعها كريمي. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. من بعد حطيتها في الفريجيدار بيد ما تبرد لي الحلوى وباه تشد روحها، خاصة ولا كنا في فصل الصيف. انا استعملت الزبدة الحرة، كانت تذوب لي ما ساعدتنيش في الخدمة. استعملوا لا مارغرين احسن واحسن.
بديت نعمر الحلوى تاعي بعد ما بردت. درت من الطرف هذيك الكريمه، كريمه الزبده، وفي الوسط درت لها شوكولاته الطالع. عمرتها في لابوشادوي باه تسهل لي الخدمه، وسقمت الاطراف هذوك اللي خرجوا لي تاع الكريمه. من بعد دخلتها للثلاجه حوالي من 20 حتى نص ساعه، 20 دقيقه حتى 30 دقيقه، باه تشد روحها وتجيني سهله في كي نقلاصيها. هذه هي بعد ما بردت لي وشدت لي روحها ديك الكريمه، كريمه الزبده. ذوبت الشوكولا تاعي، شوكولا بالحليب 250 غرام تاع الشوكولا. ضفت لها 2 ملاعق تاع الزيت، وبديت نقلاصي في الحبات تاوعي. نحاول نتخلص من هذاك الشوكولا الزايد على الحبه، نخبطها مليح في البول تاعي، ومن بعد حطيتها وحركتها باه ما تشكليش هذاك الاطراف الزايدين. هذا الغاناش تاعي بعد ما برد وشد روحه. نحاول اني نحركه برك بالملعقه، ما نطلعوش بالباتر. انا خففته، نحاول نخففه بالملعقه عشان نرجعو كريمي. من بعد نديرو في لابوشادوي مع لادوي، ونبداو نزين فيه، نزين به الحبات تاوعي تاع الحلوى. بعد ما تكون هذيك الشوكولا نشفت وشدت روحها، ومن بعد نزينها بالحبات تاع اللوز، طلتهم بالملمع الغذائي الذهبي. هذه هي نتيجة الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. في الاخير فضلا وليس امرا، ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا على المتابعة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.